يا صباح الفل. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. اكلة النهاردة هتنفع معانا فطار وسحور. تعالوا نشوفها هنعملها ازاي. هنا انا كان معايا كيلو الا ربع من البطاطس. شوفي طبعا انتي ومقدارك، تحبي تعملي كيلو، تحبي تعملي نص كيلو، تحبي تعملي كيلو الا ربع زينا، لكن ده كيلو الا ربع. طبعا انا هنا كده مسكتها وقشرتها وغسلتها وفضلت اقطعها حلقات بالمنظر ده، علشان خاطر انا مش عايزاها تاخد معايا تسويه جامده قوي في السليق، او ما تطولش عليا قوي. فطبعا كون انك انت تقطعيها بالمنظر ده فانت بتاثري عمليه السليق لو سبتيها عن ما تسيبيها كامله بالمنظر ده. طبعا هنا خلصتها وغسلتها وشطفتها كويس جدا جدا لحد ما بقت ميتها بيضه زي ما انت شايفاها كده. هنا بقى طبعا سبتها على النار، حطيت فيها شوية ملح ومش هحط حاجة تاني اكتر من كده، هو ملح بس، وسبتها على النار. اخدت زي ما اخدت، هي ما طولتش قوي، بس المهم انك انت تسيبيها تتهري مش تتسلق، يعني تسلقيها كويس جدا جدا جدا. وبعد كده هنا خلصت اهو سليق فيها. طبعا تصفي ميتها كويس جدا، وبعد كده تجيبي معلقه سمنه ومعلقه زيت. ليه بتعملي فيهم كده؟ ما انت كده كده هتهرسيها، بس علشان خاطر انا عايزاها تمسك معايا بس. وبعد كده هنا هبدأ بقى اني انا هتبل البطاطس بتاعتي قبل ما انا اهرسها. هنا حطيت حبة كمون، وهنا كمان حطيت حبة كزبرة ناشفة، وهنا حطيت يعني بصي شعرة فلفل اسود، مش عايزة فلفل اسود كتير، يعني هي يا دوبك حاجة كده طعمها. بصوا بقى انا هنا بصوا شغالة بالمعلقة بحيث ان هي يعني استوت جدا. يعني بصوا المعلقة اول ما تقلبي فيها تحسي ان هي اتهرست كويس جدا. بس انا برضو دخلت الشوكة علشان خاطر المعلقة ممكن تخني ما تهرسهاش كلها، يعني ممكن تسيب فيها ايه قطع كده سليمة او متكتلة. لا لا لا، انا عايزاها كلها تبقى مهروسه كويس قوي. طبعا انت هتفضلي بقى تهرسي فيها، معاكي هراسه معاكي شوكه زي ما يبقى. وفي ناس بتعملها كمان بالكوبايه، يعني بظهر الكوبايه كده وبتفضل تعملها. بصراحه انا عمري ما جربتها لان الحاجه بتبقى سخنه، فبخاف ان هي تطرقع او الكلام ده كله كده. وكمان الشوكة موجودة يعني. بس فطبعا ايه، فضلت اني انا اهرس فيها كويس جدا وادخل المكونات بقى والتوابل كلها في قلب بعضها. كده كده معلقة السمنة ومعلقة الزيت اللي انتي عملتيها حطيتيها مش هتفرق كتير. هنا انا دخلت المعلقة تاني عشان تلمها، المعلقة بتلمها، الشوكة بتخليها تفك من بعض. بصي المعلقة هنا بتخليها تعمل ايه، بتلمها تاني. يعني انتي حتى هتشوفيها او هتلاحظيها بعينيكي. طبعا هنا انا بقى خلاص سبتها تبرد شوية علشان كده ابدأ ان انا اشتغل فيها. او هنا معايا بقى الحشوة بتاعتي اللي هبدأ هحشيها. كان عندي بيض مسلوق، والطبق اللي جنب منها ده جبنة موتزاريلا. وطبعا هنا انا خرجت البطاطس في طبق ازاز عشان خاطر تلحق ايه تبرد، ما تبقاش سخنه عليا قوي. طبعا هنا حطيت بقى توابل طبعا للبيت، حطيت له ملح وحطيت له فلفل وحطيت له كمون، ومش هحط له حاجه اكتر من كده بس. وبعد كده بقى هبدأ طبعا ان انا اقلبه كله في قلب بعضه برضو كده. هنا برضو بدي فرصة معايا ان البطاطس تبرد اكتر. كده اخدت حتة اهي زي ما انتوا شايفينها. هتبداي بقى كده انك انت ايه تكوريها وتجوفيها كده تجويفه صغيره بحيث انك انت تحشي بقى ايه الحاجه اللي عندك. دول اللي كانوا متوفرين عندي. طبعا انت بقى لو انت حابه عندك سجق اعملي، عندك لحمه مفرومه اعملي، عندك بسطرمه اعملي، عندك فلفل وزيتون. بصي اي حاجه متوفره عندك تقدري انك انت تعمليها، وهنكورها بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. طبعا انت لما بتفضلي يعني تنزليها من ايد ترفعيها لايد، يعني من ايد لايد من ايد لايد كده بتتكور معاكي بكل سهوله. وطبعا احنا مش حاطين ماده دهنيه جامده، فهي طبعا هتمسك، يعني هتلاقيها قفشت في ايديكي، مش هتلاقيها فكه او مفروله، لا 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 خالص ابدا ابدا. بس كده زي ما انت شايفه. هنفضل بقى نعمل ايه الكميه معايا كلها بالشكل ده وبالمنظر ده لحد ما اخلصها كلها. هنكمل بقى ايه بالجبنه الموتزاريلا. بس بصراحه اولادك هيحبوها جدا، وانتي كمان هتحبيها قوي لان الطريقه بتاعتها جديده وحلوه وجميله كمان. بصراحه كانت طعمها حلو، يعني لو حد اصلا مش بياكلها هياكلها بالطريقه اللي انتي بتعمليها دي. بس كده. وبعد كده طبعا ايه لسه مكمله زي ما انتي شايفه كده.
وبعد كده بقى هبدأ طبعا ان انا ايه اخلص بقى باقي الكمية هنا، او هنا انا خلصتها كلها. هنا بقى معاكي طبق تاني هتحطي فيه بيضة. طبعا انا استهلكت بيضة واحدة، انت طبعا لو عاملة كمية اكتر فانت هتستعملي اكتر. حطيت فيها شوية فلفل اسود، وحطيت فيها شوية ملح ابيض. ومعايا الطبق التاني ده بقسماط على فيجيتار. يعني انا دمجت البقسماط والفيجيتار مع بعضهم، وبعد كده نزلت عليهم بمعلقتين من الدقيق ابيض مفهوش اي حاجة، بس كده. بس الدقيق الابيض علشان خاطر ما يخليش الحاجة مني تتحرق. بس. وبعد كده هرجع هحط نص معلقة بيكنج باودر. ما فرقتش خالص، يعني مش لازم انك انت تحطيها او عادي، يعني دي اختيارية براحتك، لكن انا ما شفتش منها اي فرق خالص. بس. وبعد كده هنا نزلت بقى بشوية فلفل اسود، وشوية كزبرة، وشوية كمون، وشوية ملح، انك انت بتتبلي البقسماط بتاعك والفيجيتار عشان خاطر هما مش بيبقوا متبلين، فلازم انك انت برضو تطعمي اكلك بيهم. بس هنا كده بقى ايه قلبت البيضة برضو بتاعتي من التوابل بتاعتها في قلب التوابل بتاعتها. وبعد كده هنا هبدأ بقى اني انا هاخد الكورة هنزلها الاول خالص في البيض. نزليها يعني خليها تشرب من كل حاجة، تمام، تبقى يعني ايه البيض يغطيها كلها. وبعد كده تبدأي تنزليها بقى في البقسماط والفيجيتار والدقيق بتاعتك. طبعا انتي تقدري انك انتي تعمليها مرتين، يعني ممكن يعني ايه بيض وبعد كده بقسماط وفيجيتار، بعد كده ترجعي تاني بيض وبقسماط وفيجيتار. لكن هتلاقيها بقت كبيره قوي، فانت لا انت كمان اصلا مصغره حجم الكره بتاعتك او البطاطس بتاعتك، مش مكبرها قوي، بحيث ان لو مثلا عندك اولادك اكلوها ولا كده ما يزهقوش منها. لا انت هتخليها صغننه بس، وهي مره واحده بس كفايه قوي. وطبعا لو انت احتاجتي تاني هتحطي من نفس يعني نفس المقادير اللي انت حطاه وهتكملي بيها. طبعا هنا بقى معاكي طاسة فيها زيت كتير، هي مش عايزة زيت قليل، وتسخنيه قوي 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 قوي، يسخن جدا جدا معاكي، ما تنزلوش على زيت بارد ابدا ابدا. بس الاكلة دي هتنفع معاكي في فطار، هتنفع معاكي في سحور، يعني جميلة وحلوة. وبتهيألي الأولاد كمان، يعني مش متهيألي، أنا متأكدة إن أولادك هيحبوها جدا جدا جدا. طبعا باختلاف بقى الحشوات، يعني أنا كان عندي الحشوتين دول، فدول اللي كانوا متاحين عندي، فدول اللي أنا اشتغلت بيهم. طبعا كل واحد وإيه واللي متاح عنده، تمام. بس كده طبعا انت مش هتقلبيها ابدا غير لما تاخد منك اللون، وانت مش هتفضلي معليه النار عليها. انت اول دقيقتين هتفضلي النار عالية، وبعد كده هتبدأي انك انت تهدي النار بحيث ان هي ما تتحرقش. انت عايزاها تاخد اللون اللي هي قدامك ده، اللي طالع قدامك ده. دي لونها رايق ولونها جميل وحلوة جدا، وبجد كانت جميلة وعجبت اولادنا وعجبتني انا كمان قوي قوي. وطبعا انا ادام الحاجة عجبتني بصورها والله وبنزلها، ما عجبتنيش ما بنزلهاش. لا دي جميلة. وكده احنا كنا خلصنا اول طبق طلع، وده كده تاني طبق اهو. طبعا اولادنا بيحبوا الحاجات الجديدة، فطبعا انتي ايه نحاول بقدر الامكان ان احنا كل واحدة عندها فكرة تعملها، والله المستعان. كده انا كنت عاملة جنبها مكرونة بالصلصة، وكده انا كنت خلصت خلاص. هنا بقى بفتحها عشان خاطر اوريها لكم. دي اللي كانت محشيه بالبيض المسلوق، واللي وراها على طول هتبقى بالجبنه الموتزاريلا. لايك بقى واشتراكات ودعموا القناه، خلي القناه تكبر بيكم، واللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها.